هو يعني لو احنا في الغلا اللي احنا فيه ما جبناش موزاريلا ومشروم ومفروم مش هنعمل اكل كويس؟ لا طبعا، ما هي اكله كويسه جدا بامكانيات قليله. جبنا كيس مكرونه وسلقناه، طبعا حطينا ملح في الميه وهي بتغلي ونزلنا بالمكرونه. هنجيب جريل وهنحط فيها معلقه سمنه بلدي، لو مش موجوده سمنه بلدي حط معلقه سمنه عاديه. عندنا خضار عباره عن كوسه وجزر متقشرين ومتقطعين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هننزل بيهم في الجريل وهو سخن وهنقفل عليهم. وبعد كده اول ما يبتدوا يسخنوا معانا هنحط ملح وفلفل اسود، رشه خفيفه ورشه خفيفه لانه اكل صحي. جبنا طاسه على النار وحطينا فيها زيت، ولما سخن نزلنا بالطماطم، اللي تعصير الطماطم بتاعتنا. حطينا ملح وحطينا فلفل اسود، ابتدت تتسبك معانا زي ما انتوا شايفين كده. الصلصة جاهزة معانا والمكرونة اتسلقت وصفيناها وما غسلناهاش ولا حطيناها تحت المية الباردة، لا صفيناها وهي سخنة وحطينا لها معلقتين زيت وقلبناها وهي سخنة زي ما انتوا شايفين. هنبص على الخضار بتاعنا ونشوفه ايه اللي جراله، استوى. حطينا عليه المكرونة وقلبناها وحطينا في طبق وحطينا صوص طماطم، صلصة الطماطم اللي عملناها. طبق جميل جدا ومميز وصحي ومفيد وفيه خضار. حاجة ما كلفتناش حاجة، ولا حطينا موزاريلا ولا حطينا جبن ولا حطينا لحوم ولا حطينا مشروم، بالعكس احنا خدنا فوائد الخضار وخدنا مكرونة سلسة وجميلة جدا، طعمها حلو قوي هيعجبكم. بألف هنا وشفا على قلبكم. وجبة اقتصادية هتكفي أشخاص كتير. أنا مش حاطة والله كل اللي عملته ده، أنا فيك تاني كمية شايلاها. حطوا لايك واشتركوا في القناة يصلكم كل جديد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.